السلام عليكم. عندي وليد عمره 26 عام، مات باه الله يرحمه دابا 5 سنين. ما نقولش لكم قمة المعاناة اللي كنت كنعاني. عطاوني حقي خوت الله يرحم ليهم الوالدين، ولكن احنا ما كانش عندنا الدار، كنا كاريين. خدمت كنغسل الطباسل في المطاعم، خدمت كدير الميناج في البيروات، خدمت دراسة عند العيالات، كنت نخمل ونحك بالجيكس وفي الاخر تعطيني 4000. مهم تقاتلت وشريت الدار، سكن الاقتصادي بصح ما صلحتهاش. مهم خلصتها مع ديك البركه اللي كانت عندي، مع البركه اللي عطاوني اهل المرحوم، مع داكشي اللي خدمته. تقاتلت، ما دخلتش في الريبه، خلصتها كاش. هو كان معرف على واحد الدريريه عندها معاها عامين. انا قلت له حنا بوحديتنا، يلا نمشيو نخطبوها مادام كنت باغيها. توكلنا على الله، خطبناها، درنا داكشي اللي قسم الله، جات للدار. انا عندي بيتي لراسي وهو بيتو لراسو. كيمشي هو كيخدم، طالب معاش، مره يجيب مره ما يجيبش، المهم كيحوفر. كناكلو وكنشربو. انا ما بقيتش خدامه، مني خديت ديك الدار ما بقيتش خدامه. تقاتل مسكين، قاد بيتو. انا فرحانه ليه حيت تزوج. الفعل اللي جبت وانا ما فخباريش. بركات على ولدي، بركات عليه، بركات عليه، بركات عليه، تكتبت لي انا الدار. والغلط اللي درت بانني ما كتبتش انه يتصرف فيها حتى الممات. وانا ملي كان كيقول لي امي كتبي لي، امي كتبي لي، ما عمرني حطيت في بالي ان ولدي غيدير لي شي حاجه. انا قلت بغى يكتب لي غير باش يضمن حقه. ما عرفتي الوقت شنو تجيب، يدخلوا في خوتي ولا يدخلوا في شي حد. كاين لا راه الخوت ما كيدخلوش ملي كيكون عندك الولد. ما علينا، يدخلوا في خوتي ولا يدخل في شي حد. المهم هذيك الدويره انا خديتها بعناء وتكرفيس. كتبت ليه الدار، المعاملات بدلات، ولات كطيب وما تحط لياش، كياكل هو وياها في البيت. ومني كنمشي ندق عليه ولينا بحال الجيران. حتى لا بغيت نمشي نصبن حوايجي حتى ناخذ من عندها الاذن. كيقول لي مرتي اللي عارفه انا ما كنعرفكمش بجوجكم اش كديروا في الدار مني ما كنكونش. الولد تبدل ولا واحد اخر، لدرجه ما بقاش كيشوف فيا. يكون العيد العيد وما يدقش عليا. شرا الحولي في العيد وكلاه هو ومرته في دار امها، وانا ما جابوش لي تقطيب. بقيت عارفه ما ندير، وليت غير ندوي، نتنهرس، نتعير، لدرجه هي وليت كتقول لي خرجي لي من داري. انا مني سمعت ديك خرجي لي من داري ما بقيت عارفه ما ندير. فين غادي نمشي يا سيدي ربي؟ كل ما درت وتكفست وخدمت وتعذبت فين غادي نمشي؟ جا ولدي في العشيه، جلست معاه، قلت لي ولدي واش عجبك هذا الحال؟ قال لي منك ليها. قلت لي ما يمكنش مني ليها، واش هذه دارك وداري ولا دارها؟ قال لي دارها. هنا ما بقيتش عارفه ما نقول. ويبرك عليا انتي كتجيب لي الصداع، كتبقاي تخلطيها، كيجيو دارهم كتبقاي تنقصي منهم، وانتي غير شانته بالدار، وهاد الدار راه ديالي ماشي ديالك. عرفتي بحال هذاك الكاس اللي زدتي فيه النقطه وتفرقع. هذاك الشيء اللي طرا ليا مع ولدي، تفرقع عليا واحد تفرقعه بحال تقول انا ماشي الام ديالو، ماشي انا اللي قاسيت معاه، ماشي انا اللي كنت هز الكفاف ملي كانت تشد لي واحد المره في مضاربه، ماشي انا اللي هزيته من ورا المتباه، ماشي انا اللي مشيت خدمت في السرويات وفي الميناج وفي البيروات وفي غسيل المواعن. على وديتو تدرت له الركنه. قلت ليه شنو الحل؟ قال لي خرجي. قلت لي كيفاش غنخرج؟ ما عندي فين نمشي، هذه داري. قال لي لا، داري انا ومرتي، خرجي غنعطيك من هنا الصباح تجمعي حوايجك وتخرجي. قلت لي لا ما غاديش نخرج، نتوما اللي غادي تخرجوا، هذه داري انا. الصباح جا دق عليا هو وياها جروني. ولدي جرني من جلابيتي، ولدي جرني من جلابيتي ولحني في الدروج، كيقول لي اخر مره تجي لهنا. ولدي لحني انا في الدروج وقال لي اخر مره تجي لهنا. ما عندي ما ندير، حتى ساكي ما عطاهش ليا. خرجت هكاك، مشيت عند عمام الله يرحم لهم الوالدين، وقلت لهم كل شيء من الاول حتى الاخر. والحمد لله ان عمامو كيخافوا الله وجاو للدار، خرجوه هو وهذيك الكلبه من الدار، ودخلت انا للدار وبدلوا لي السوارت ومشاو داروا لي محامي وداروا بان انا ضحك عليا في الدار. والحمد لله داري رجعت لي في سميتي، وهي مني عرفت الدار رجعت في سميتي اشنو دارت؟ طلقات ودعاتو وخدت منه 3 مليون، وهو دابا في الزنقه
انا عمرني ما نحن فيه. كنشوفو كيدور في الدرب وكيضرني قلبي عليه، ولكن ديما كتبقى تبان ليا ديك اللوحه اللي لاحني في الدروج والمعيور اللي عايرني به، والليله اللي نعس فيها كنبكي وكندعي الله وكنتحس بالله عز وجل انني انا ما درت شي حاجه ديال الشر. تعرضوا عليا زواجات مني مات باه وما بغيت نكبر غير ولدي، ما بغيتش نعيش حياتي. انا حياتي كنديرها لولدي وتكرفست على ولدي وعريت راسي لولدي. هنايا مني سمعت هاد القصه ما اش نقول لك لالا. الحمد لله انك طحتي في عائله بحال هذوك الناس اللي خايفين الله ورجعوا لك حقك واتقوا فيك الله، لانك انت ارمله وانت وليدي. جزاك راك انت فيه، جزاك راك انت فيه. انت يا الشيطانه، علاش انت كنتي مصاحبه معاه، زوجاتك كسباتك، دارت لك عراسيه، دارت لك ركنه، عاوناتك في فرش البيت، قديت لك البيت، علاش ما حمدتيش الله؟ واش كاينه شي وحده كتفرق الام على ولدها؟ واش كاينه شي وحده كتخلوض ما بين الولد وامه؟ راه حيت لقيتي هو مسوطي داكشي علاش ضحكتي عليه. اما الوليدات اللي كنعرفوهم عمر لا بنيته ولا وليد كيسبحوا في والديهم، كيهزوهم بسنانهم. كتكون امو كاع مبليه وكيهزها، كيكون باه مبلي وكيمشي يجيبو مليوح في الزناقي ويهزو ويجيبو ويدخلو ويسترو. انتي المراه ما دايره لك والو، غير جالسه في بيتها طيبي داكشي اللي بغيتي طيبيه وتعطيه ليها، ما حرمش عليك. ما بغيتيش كاع تعطيها، شديتي قارك عليها وشدي لسانك عليها وما تخلطيهاش مع ولداتها لاحه في الزنقه. علاش عباد الله وليتو بحال هكا؟ صافي حيت كتبان ليه الدار درتي يديك ودرتي شرع يديك. هي الدار رجعات، انت طلقتي، انت تلاحيتي رجعتي هجاله. هو في الزنقه بلا مصير بلا مستقبل بلا مو بلا حتى شي حاجه. هو اكيد غيكون ندم، ولكن الام ما باغاش تسامح. واش عرفتي بان رضا الوالدين من رضا الله عز وجل؟ واش نتوما مدركين لهذا الشيء اللي كتوقعوا فيه؟ واش صافي واحد كيعمر لكم راسكم كيخرج لك على علاقه اللي مستحيل انها تصلح، واخا نديروا بانها سمحات الام، راه ربي راه خاص الادراك، راه ربي واخا امك تسامح لك ولكن كاين العقاب، راه كاين العقاب، كاين الجزاء. راه اللي فالح في الدنيا من بعد تيسير الله عز وجل هو مرضي الوالدين، مرضي الوالدين. والمسخوطه عباد الله ما كيطفروش. انت اللي قديتي تجرب امك وتلوحها في الدروج من غير الكلام الجارح اللي قلتي لها في ديك الليله مسكينه ما نعساتش، بقاتي كتصلي وكتدعي وكانت كتحسب ما كدعيش عليك باش تعرف بان قلب الام ما له مثيل. اشنو غادي دير من هنا لحياتك القدام؟ مسخوط راه ما كيربحش، وعباد الله مسخوط راه ما كيطفروش، والمسخوط ما كيطفروش. تكوني بنت تكوني ولد، مسخوط ما كيطفروش، مسخوط ما كيطفروش، مسخوط ما كيطفروش. راه كتكوني باغا طيحي كتقولي يا ربي ورضات الوالدين، ربي كيفرش ليك. راه رضات الوالدين سلاح كيسخر لك الدنيا وكيسخر لك الطريق وكيسخر لك الناس وكيسخر لك حب الناس وكيحفظك من شر الخلق. راه رضا ودعوه الخير اللي كيدعيها معاك باك ولا امك هي غطاء واقي، حمايه من كل الاشياء الخبيثه. تقوا الله في انفسكم، تقوا الله في والديكم. راه الام ما كتعودش، الاب ما كيتعودش، الاخ ما كيتعودش، الاخت ما كيتعودش، واخا كاينين قصص صادمه، ولكن راه الام والاب ما كيتعودوش. مرا تجيب مرا تجيبي راجل ما مكتبش لك داك الراجل غيجيب لك ربي ولد الناس اللي غادي يداري بيك وغيحافظ عليك وغادي يتقى الله في والديك. انا اللي ما غيهزش ليا والديا وغادي يحترموا وغادي يقدرهم وغادي يحطهم فوق راسهم ويخاف فيهم الله، فعندي ما ندير بيه.